بكم من جديد. يمكن النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون أكتر تفصيلا ويمكن يوصل لقلوبكم بشكل أقوى. يعني الفيديو ده يمكن أكتر فيديو هيكون فيه وحدة ما بين المسلمين، يعني أكتر فيديو هيوحد المسلمين بجد. يعني لو عدونا مشترك سنة وشيعة، احنا في مواجهة العدو ده، لأن احنا واحد مش اتنين على فكرة. حروب الردة، يعني حروب الردة ده من أكتر المواقف اللي وقفها سيدنا علي. يعني سيدنا علي اللي هو صاحب المذهب الشيعي وآل البيت. يعني هنقول موقف الإمام علي من حروب الردة. إيه حروب الردة؟ يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر المتنبئين، يعني مسيلمة الكذاب، تمام، وظهر الناس اللي مش عايزة تدفع الزكاة بحجة إن هي ما تدفعش غير للرسول ومش لخليفة الرسول، والناس اللي رجعوا لعبادة الأصنام، يعني اللي رجعوا للوثنية تاني. فهنقول الناس ديت هم المرتدين، اللي هو الناس اللي حصلت الحروب دي ضدهم. عشان برضو ايه الرد على الناس المتعصبين اللي قالوا ان دي كانت ثورة ضد خطف سيدنا ابو بكر للخلافة من سيدنا علي، فعشان كده خرجوا عليه. الكلام مش مظبوط وما ينفعش ان حد يقتنع بيه. يعني مبدئيا مسيلمة الكذاب ما كانش بيؤمن بولاية سيدنا علي، يعني مسيلمة الكذاب كان نبي، عامل نفسه نبي. فخلينا نتكلم في مضمون الحاجات اللي تعقل والحاجات اللي هي تقربنا من بعض. لما حصل الناس دي كلها اعترضت بعد وفاة النبي وبعد ما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، اجتمع مع الصحابة كان رأيهم إن ما نروحش نحارب الناس دي، بما فيهم سيدنا عمر على فكرة. إن أنت مناس زكاة ما ينفعش إن أنت تقاتلهم، لأن دول ما بيقولوا الشهادتين يعني. وباقي الصحابة كانوا مع إن يحصل استقرار الأول في الأمة، وبعد كده نبتدي نفكر في الحروب أو إن احنا نوحد الأمة بالسلاح. لكن رفض سيدنا أبو بكر بشكل قاطع، وطالب بالجهاد والوقوف ضد المرتدين ومناع الزكاة والمتنبئين ومحاربتهم لحد ما يوحد الأمة الإسلامية من جديد أو شبه الجزيرة العربية. طب موقف سيدنا علي كان إيه أثناء الحروب دي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فهنقول إن في روايات قالت إن سيدنا علي شجع الخليفة على قتالهم. روايات بتقول كده، في ناس بتشكك فيها لكن ده اتقال. روايات أخرى بقى بتقول إنه شارك فعلا في الحرب. شارك إزاي؟ بحماية أحد أبواب المدينة، وقف مع مجموعة من الصحابة على أحد أبواب المدينة يحميها من هجوم المرتدين. لكن احنا هنشوف بشكل مفصل بقى سيدنا علي نفسه كرم الله وجهه قال إيه في شرح نهج البلاغة على لسان سيدنا علي. طبعا اتقال في معرض شرحه لموقفه أثناء حروب الردة: حتى إذا رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام. طبعا المقصود براجعة من الناس اللي هم الناس اللي ارتدت دي، المشكلة اللي حصلت ديت، الكلام واضح. يعني شفت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام، يبقى كده الناس دي اللي هي المرتدين ناس خلاص رجعوا على الإسلام، كفروا يعني. لحد دلوقتي هو ما اتكلمش على الصحابة. يدعون إلى محق دين الله، عايزين ينهوا دين الله، المقصود برضو المرتدين، وملة محمد. فخشيت إن لم أنصر الإسلام. خاب بقى وقتها، كان وقتها هو حزين وزعلان من سيدنا أبو بكر، وإحنا فصلنا قبل كده وقلنا ليه. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما وهدما يكون المصاب لهما علي أعظم، تمام، من فوات ولاية أموركم. يعني موضوع الولاية بقى واللي حصل في تنصيب سيدنا أبو بكر مش أهم من المصيبة اللي موجودة دلوقتي، إن في خروج على الإسلام. يبقى اللي موجودين مسلمين واللي خرج عليهم دول بيخرجوا عن الإسلام، الكلام واضح. فمشيت عند ذلك إلى أبو بكر فبايعته. كلام واضح إن أنا رحت لسيدنا أبو بكر وبايعته، مش ما فيهاش يعني أي بقى نقول كان ضامم إيده، ما كانش بيبايع بشكل مش عارف نوع من أنواع التقية، لا، الكلام ده كله مش مظبوط. يعني راح بايع سيدنا أبو بكر وعاتبه، وسيدنا أبو بكر شرح له هو ليه عمل كده وقت البيعة، وانتهى الموضوع.
وقال ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل. يبقى مبدئيا نهضت، قمت، هبيت، اللي هو شارك يعني. طبيعة المشاركة كانت ايه الله أعلم، بس شارك بقى بقلبه، شارك بالفعل زي ما قلنا إن حرس بعض أبواب المدينة ضد هجمات المرتدين. ده سيدنا علي يعني أسد الإسلام، يعني مقاتل عظيم وفارس مغوار، ما ينفعش يعني إنه ما يشاركش. المهم ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل، اتهزم المرتدين وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا. كلمة الله اللي هي مين؟ الصحابة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عمرو بن العاص، الصحابة اللي هم حاربوا المرتدين لحد ما انتصروا. يبقى بالتالي هو بيقول على الناس اللي ارتدوا دول كانوا كفار، وبيقول على الصحابة ومنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والناس دي هم دول اللي كان معاهم الحق، وإن هو وقف ينصرهم حتى يزهق الباطل والكلام ده. وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. يبقى بالتالي هو بيؤيد سيدنا أبو بكر والصحابة في الموضوع حتى لو في خلاف، يعني هو مختلف، لكن وقت الجد لا، انتوا مسلمين وعراسي من فوق، وانتوا أصحاب النبي، وانتوا اللي على دين الإسلام الحق، وبالتالي ما ينفعش ان انا اتخلى عنكم. فوقف معاهم. ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان بعد مرور اكتر من 1000 سنة ما ينفعش ان احنا نكفر بعض، ان احنا نقول لا انت باطل وانا اللي على حق وانت كافر وانا على حق. لا، الكلام ده مش مظبوط، لان الناس العظام دول زمان الصحابة والتابعين وآل البيت كان كلهم في محبة. حتى لو حصل خلاف ونزاعات بسبب السلطة او الكلام ده، مش معناه ان حد اخترع دين جديد او جاب دين جديد غير الدين الاساسي بتاعنا. في خلافات موجودة، في خلافات سهل تدوب مع مرور الزمن، ونتمنى ان هي تنتهي، ونتمنى ان نتوحد كأمة إسلامية، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان يقرب وجهات النظر ويحنن قلوبنا على بعض ويخلينا صف واحد في مواجهة أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. وتحياتي لكم.